المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها تعريف للمزارعين بالبحوث الزراعية ونتائجها، دورة تدريبية في الإدارة والقيادة في الإقليم الجنوبي، دعوة للحد من استخدام المواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية، مالي تستدعي السفير الفرنسي وتحتج بشدة على تصريحات ماكرون، منظمة الصحة العالمية تحذر من عدم تخطي مرحلة الخطر في التصدي لكورونا. منظمة الصحة تحذر من عدم تخطي مرحلة الخطر في التصدي لكورونا. أهلا بكم مشاهدينا. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل بأقاليم جنوب البحر الأحمر والجنوبي والأوسط قد أظهرت إصابة 4 مواطنين بفيروس كورونا، وظهرت إصابتان في عصب بإقليم جنوب البحر الأحمر، وإصابة واحدة في مندفرة بالإقليم الجنوبي، وإصابة واحدة في أسمرة بالإقليم الأوسط. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6729، شفي منهم 6663، وتوفي 42 مريضا، فيما لا يزال 24 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 6 أكتوبر 2021. نظمت وزارة الزراعة برنامجا تعريفيا للمزارعين عن الأبحاث الزراعية ونتائجها في 5 أكتوبر في المعهد الوطني للأبحاث الزراعية في حلحلة بمناسبة يوم المزارعين. وشهدت المناسبة التي شارك فيها وزير الزراعة السيد الرفايني برهي وخبراء الزراعة ومزارعين نموذجيين من الإقليمين الجنوبي والأوسط، شهدت شرحا من المهنيين عن أهمية الأنشطة البحثية لرفع الإنتاج والنباتات التي تجرى عليها الأبحاث حاليا ونتائجها. وأوضح مدير المعهد الوطني للأبحاث الزراعية في حلحلة السيد صقاي برهاني أن البرنامج يهدف للقيام بزيارات تفقدية وتعريف المزارعين بالأنشطة الجارية للمساهمة بدورهم في رفع الإنتاج الزراعي. وأوضحت المشاركة في البرنامج السيدة هاينيش تسفاتيون والمزارع النموذجي تسفاي مبراتو أهمية الزيارة للتعرف على الأنشطة البحثية الجارية لرفع الإنتاجية. وتفقد المزارعون في الزيارة منتجات أبحاث الذرة والموارد الموروثة وأنشطة وقاية النباتات وإصلاح مجاري المياه وتنمية الثروة الحيوانية وتجارب السماد الطبيعي ومعامل الأبحاث. ودعا الباحثون في المعهد المزارعين لإدراك أهمية الأبحاث الزراعية الجارية واستخدام البذور المحسنة. نظمت في الإقليم الجنوبي دورة تدريبية في الإدارة والقيادة بتعاون إدارة الإقليم ومكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وفرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة. شارك في الدورة التدريبية المقامة في مندفرة 41 شابا نموذجيا من 12 مديرية في الإقليم. وشملت الدورة التدريبية إعداد الدراسات والتنظيم والقيادة والإدارة والثقافة المؤسسية وإدارة الوقت وحل الخلافات في أماكن العمل، بالإضافة إلى القيادة وتنمية السياسة المجتمعية. وفصل مسؤول الشؤون السياسية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يمان قبراء في التوضيح الذي قدمه المعرفة والفهم والإدارة الذاتية وطبيعة القيادة وأهمية الوقت، وأجاب على استفسارات المشاركين. وقدمت في ختام الدورة في 4 أكتوبر 5 أوراق عمل للنقاش عدها المشاركون في الدورة التدريبية. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الجنوبي الشاب قرماي قبرو أن تدريبه جزء من برنامج رفع قدرات الشباب في كافة المجالات، وأن المواضيع المطروحة في الدورة التدريبية تتناقم مع الوضع الراهن للبلاد. وقال حاكم الإقليم الجنوبي سيد هبتاب تسفاتيون أن التنسيق والمتابعة التي أبداها المنظمون ساعدت في فعالية الدورة التدريبية، داعيا المشاركين في الدورة لتطبيقها عمليا. في غضون ذلك قام المشاركون في الدورة التدريبية بمبادرة لمساعدة 6 أسر شهداء ماليا.
أحيت البلاد اليوم العالمي للشلل الدماغي تحت شعار لنغير العالم بسرعة. قال رئيس جمعية المعاقين جسديا وذهنيا المقدم برهان بخراطيون أن الشلل الدماغي يحدث عبر إصابة جزء من الدماغ، وتعمل الجمعية لتوعية الشعب لتغيير النظرة تجاه المعاقين، ودعا لإرساء مؤسسات تعليمية وبنية تحتية تتلائم مع وضعهم ونشر مراكز للمعاقين. ويطلق اسم الشلل الدماغي على الإعاقة التي تصيب الجزء المنوط بالحركة في الدماغ في السنوات الأولى للإنسان. دعا مكتب وزارة الصحة في الإقليم الجنوبي المجتمع المدني للحد من استخدام المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية. وأوضح مسؤول المكتب السيد كداني مسفن الأضرار التي تحدثها المواد المنتهية الصلاحية أو التالفة على صحة المجتمع عامة والأطفال والمسنين خاصة، داعيا المواطنين لقراءة مدة الصلاحية عند الشراء. وقال إن المشتري يهتم بالسعر وليس بمدة الصلاحية، مناشدا للحذر من المواد المعلبة والخاصة بالأطفال. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. استدعت وزارة الخارجية المالية السفير الفرنسي في باماكو للاحتجاج على ما وصفه بيان الخارجية بالتصريحات المخالفة للطبيعة وغير الودية تجاه مؤسسات دولة مالي، والتي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. قال البيان أن وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب أكد للسفير الفرنسي رفض مالي واحتجاجه على هذه التصريحات المؤسفة التي لا تخدم علاقات الصداقة بين البلدين وفق تعبير البيان. وكان الرئيس الفرنسي قد وصف في وقت سابق خطاب رئيس وزراء مالي في الأمم المتحدة بشأن انسحاب فرنسا من مالي بالفضيحة، وقال أنه لولا فرنسا في الساحل لما بقيت لمالي حكومة، ولا سيطر الإرهابيون على باماكو وعلى كل البلاد على حد تعبيره. وفي وقت سابق اتهم رئيس وزراء مالي شوغل مايغا فرنسا بأنها تخلت عن بلاده في منتصف الطريق حين قررت سحب قوة برخان التي تساعد باماكو في مواجهة مجموعات إرهابية، ما دفع بلاده إلى البحث عن شركاء آخرين. وكانت فرنسا قد بدأت مطلع الشهر الجاري في إعادة الانتشار في قواعد في شمال مالي، ويأتي ذلك في إطار إعادة تشكيل قوة برخان التابعة لها والمؤلفة من 5000 فرد لتضم شركاء أوروبيين آخرين. بعد الأزمة الأفغانية وأزمة القواصات ومقادرة أنجيلا ميركل المرتقبة لمنصبها، اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في سلوفينيا لرص الصفوف في مواجهة الولايات المتحدة والصين القوتين العظميين المتنافستين. ووصل قادة 27 بلدا وحكومة إلى قصر بوردو على مقربة من العاصمة السلوفينية ليوبليانا للاجتماع حول مأدبة عشاء عشية القمة المخصصة لتوسيع عضوية الاتحاد في غرب البلقان. ورغم أنه من غير المتوقع اتخاذ أي قرار، فإن هذه هي المرة الأولى التي يلتقون فيها منذ يونيو في ضوء اضطرابات الأشهر الأخيرة وفق قول دبلوماسي رفيع. وفي رسالته لدعوتهم إلى سلوفينيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى نقاش استراتيجي حول دور الاتحاد على الساحة الدولية. لكن داخل الاتحاد الأوروبي حضت دول شمال القارة ودول البلطيق على توخي الحذر، وشددت على الحفاظ على العلاقة عبر الأطلسي. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن العالم لم يتخطى مرحلة الخطر في التصدي لجائحة فيروس كورونا، مشددة على أنه لم يتم السيطرة على الوباء بعد. جاء ذلك بحسب تصريحات أدلت بها المديرة الفنية لبرامج الطوارئ في المنظمة ماريا فانكيركوف المسؤولة التقنية عن مواجهة الجائحة، وأفادت برصد 3.1 ملايين إصابة جديدة مثبتة في العالم خلال الأسبوع الماضي، مع تسجيل 54
ألف وفاة إضافية، علما بأن الأرقام الحقيقية يمكن أن تكون أعلى بكثير. في غضون ذلك سجلت وفيات فيروس كورونا في روسيا رقما قياسيا للمرة الثالثة هذا الشهر، وتجاوزت الإصابات الجديدة مرة أخرى 25,000، وهي زيادة تأتي مع استمرار انخفاض معدلات التطعيم في البلاد وتجنب الحكومة لفرض إجراءات صارمة لوقف انتشار الفيروس. من جهته قال الكرملين أن الوضع يثير القلق، لكنه لا يفكر في إغلاق البلاد أو أي إجراءات أخرى على مستوى البلاد. فاز كل من الأمريكي شوكورو مانابي والألماني كلاوس هاسلمان مناصفة مع الإيطالي جورجيو باريزي بجائزة نوبل للفيزياء لمساهمتهم الثورية في فهم أنظمتنا الفيزيائية المعقدة بحسب أكاديمية نوبل. وقد كوفي مانابي ذو 90 عاما وهاسلمان ذو 89 عاما لوضع نماذج فيزيائية لمناخ الأرض ولقياس التقلبات وتوقع الاحتباس الحراري بشكل موثوق وفقا لهيئة المحلفين. أما باريزي ذو 73 عاما فقد حاز على النصف الآخر من الجائزة لاكتشاف تفاعل الفوضى والتقلبات في الأنظمة الفيزيائية من النطاق الذري إلى المقياس الكوكبي. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. تعريف المزارعين بالبحوث الزراعية ونتائجها. دورة تدريبية في الإدارة والقيادة في الإقليم الجنوبي. منع استهلاك المنتجات منتهية الصلاحية. مالي تستدعي السفير الفرنسي وتحتج بشدة على تصريحات ماكرون. قادة الاتحاد الأوروبي يسعون لتوحيد صفهم في مواجهة واشنطن وبكين. ومنظمة الصحة تحذر من عدم تخطي مرحلة الخطر في التصدي لفيروس كورونا. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.